السلام عليكم الحبايب، كيف نتوما؟ لاباس عليكم؟ بخير، هانيين مزيانين ان شاء الله، تكونوا في احسن الاحوال، في احسن الظروف، وانتم كتشاهدوا الفيديو ديال اليوم. نهار جديد وفيديو جديد. اليوم ان شاء الله غادي نعدل معكم حلوه الكاوكاو، حلوه السقايه. بقاو معايا تشوفوا المقادير والطريقه. هنايا الكبيدات عندي 500 غرام ديال الكاوكاو، كاوكاو الرومي. الى لقيتو البلدي استعملوه غيكون حسن. انا هنايا ما متوفرش بزاف البلدي، هذا اللي لقيت وغادي نستعملوه. حتى هذا كيجي مزيون، ولكن البلدي عاد كيجي مزيون حسن. صافي البنات، دابا غادي ندخلو للفران يتحمر مزيان باش ما تبقاش فيه ديك الريحه ديال الكاوكاو مجهده. مني غادي نحمرو ان شاء الله، وغادي نرجع معاكم باش نكملوا الفيديو ديالنا. بقاو معايا ما تمشيو فين. هنايا حمرت الكاوكاو ديالي، حمرته مزيان تتحمر. ها نتوما دابا كيتقشر دغيا، كنقيسو هكا كيتقشر. اللون ديالو ذهبي، يعني تحمر مزيان. كنحمروه، ما كنخليوهش حتى كيتحرق، ولكن كنحمروه مزيان باش كيجي بنين. صافي دابا غادي نخليه يبرد وغادي نطحنوه، وغادي نرجع معاكم ان شاء الله. من بعد ما طحنته هنايا مزيان، ماشي كنطحنوه حتى كيطلق الزيت، كنطحنوه هكا كيولي غبره. وصافي كما شفتوا معايا هنايا عندي جنجلان ابيض، عندي ساشيه ديال الفاني، عندي القرفه، وعندي الشكلاط الابيض والاسود. هنايا عندي هاد الكراميل اللي وجدته في الدار، نيستري كراميل، درتو غير في الدار. صافي هنايا غادي نضيف الفاني على الكاوكاو. هنايا غادي نسم شويه د القرفه، غادي ندير هكا غير شيشه ديال القرفه. درت قبصه ديال الملحه باش تهرس لينا هكا الحلاوه. صافي هنايا غادي نزيد الكراميل اللي وجدتو هكا في الدار، كيجي بنين وكيجي لذيذ بحال اللي كنشريوه، كيجي هو هذاك. صافي الا بغيتوا الوصفه شي نهار قولوها لي في الكومونتيرات، غادي نشاركها معكم ديال الكراميل. صافي كنبقى نضيف شويه بشويه وانا كنخلط. صافي هنايا غادي نشمر على دراعي ونحي ونحط هاد المعلقه هذه، غادي نخلط بيدي باش نعرف هكا قياسي. صافي كنبقى نزيد في الكراميل وكنجمع هكا الخليط ديالي حتى كيتجمع ليا، حتى نتحصل على القوام اللي بغيت. هاد الحلوه البنات غتوجدوها في 10 دقائق دغيا كتوجد، ما فيها لا طياب لا قبل الفران لا والو. صافي في الاخر ضفت داك الكراميل، درتو كامل جاني هو هذاك. صافي كان معكها هكا مزيان كنخلطها. هانتوما البنات هنايا التليفون كان وقف ليا، صحاب لي كيصور ما كانش كيصور، ولكن ماشي مشكل، غادي نعاود معكم واحده اخرى باش تشوفوا. هانتوما كتجي على هذا الشكل. دابا جبت هاد المعلقه هذا، نتوما ديروا باي حاجه عندكم، وكنبقاو كنبركو هكا نبركو في الوسط، كنديروها على شكل سقايه. المهم راه الفيديو كيشرح راسو براسو على هاد الطريقه اللي كتشوفوا معايا. صافي وكنقادوها مزيان باش تجي لنا معوطه، كتجي على هذا الشكل. صافي دابا كنهز هكا العجينه ديال الكاوكاو وكنديرها على شكل حربول، كنشكلها هكا بهذه الطريقه اللي كتشوفوا معايا.
صافي وكنديرو هكا جنجلان وكندوزوها فيه، كنعمروها هكا مزيان، كنغطيو العجينه ديال الكاوكاو بهكا بالجنجلان. الا ما متوفرش عندكم هاد الجنجلان الابيض استعملوا جنجلان عادي، حمروه شويه في الفران واستعملوه حتى هو كيجي مزيون وكيجي بنين. كنديرو هكا عيب شويه باش ما كتشققش كيفاش كيقولوا لها تشقق لينا. صافي كنهزها وكنحطها في الصينيه. الا بنت لينا هكا شي جهه خاويه ما فيهاش الجنجلان كنعمروها مزيان. هنايا الكبيدات صافي شكلتهم كاملين. دابا هنايا دوبت الشكلاط الابيض، دوبتو هكا انا غير في الميكرونداس. صافي كنهزو هكا بمعلقه صغيره وكنعمر. هنايا عندي الشكلاط الاسود، دوبته حتى هو في الميكرونداس، درتو في هكا في السلوفان، درتو بحال الكموسه باش نتحكم فيها. وصافي وكندير الشراطي على هاد الطريقه هذه، وكنجيب واحد الكيردون وكندوزو هكا في الوسط على هاد الشكل، كتجي على شكل ملفاي. صافي غادي نعمر هكا الحلوه ديالي كامله. ها نتوما كندوز هذاك الكيردون في الوسط، ما حدها ما حدها ما قساحتش الشكلاط. صافي هنايا كملتهم. دابا غادي ندخلهم الثلاجه يبرد واحد شويه عاد باش نقطعهم. من بعد ما خليتهم هكا شي 10 دقائق في الثلاجه تبردات ليا داك الشكلاط، كنقطع دوك الجناب كنحيدهم. صافي وكنبقى نقطع في الحلوه ديالي. الموس خاصو يكون هكا ماضي باش ما كتحلش لينا الحلوه. ها نتوما كتجي على هذا الشكل، كتجي مزيونه. وكناخذوا العبر في الاول من هذيك اللي قطعنا الاولى، وفي الاخر تيكون عندنا العبر، يعني عينا ميزاننا. هنايا عندي الكويغطات ديال الحلوه، صافي كنحطهم فيهم. كتجي بنينه هاد الحلوه ودغيا كتوجد.
وها نتوما كي جات الحلوه ديالي، جات فنه كتحمق، جات بنينه، جات زوينه لا في الشكل ولا في المذاق. كنتمنى تجربوها ان شاء الله وتعجبكم. راه عمرت يعني كتعطينا كميه هكا مزيانه، عمرت 2 بلاطوات، واحد شويه كبار واحد صغير. راه درت غير نص كيلو، جاني ما شاء الله 2 بلاطويات. ها نتوما كتجي على هذا الشكل، كتجي مزيونه. كنتمنى تعجبكم. خليتكم في امان الله وحفظه. بسلام عليكم حتى الفيديو الجاي ان شاء الله.